بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنقضي يوم مع بعض من أيامنا كده. بس بالله عليك قبل ما تدخلي حطي لايك واشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان توصلي كل الإشعارات الجديدة. طبعا أنا دخلت في أوضة الولاد أهو. النهاردة اليوم بقى إيه، ميعاد اليوم بتاع تغيير الملايات. فعايزة أغير الملايات وأكنس الأرضيات، انتوا فاهمين، ولمع بقى وأغير مية للكلمة. بصوا هوبا هيصة في ثواني كده كان كل حاجة اتعملت. مش عايزة اشغلكم بقى معايا، انا بوريكم بس مقتطفات من يومي كده. غيرت الملايات، فرشت ملايتين شكل بعض كده، وشلت السجادة وكنست الارض كنسة محترمة وسيقتها تسيئة محترمة، ولمعت الخشب وغيرت المية اللي في الكولمن وحطيت مية بتلج جديدة بقى فيه. وكنست البلكونة كمان وسبتها مفتوحة كده للشمس والهواء ايه يغير فيها ايه الهواء القديم بتاع بالليل كده، ونشاط بقى ايه كده وحماس، والدنيا بقت نظيفه زي الفل في ثواني. بصوا مسافه ما غمضتوا عينيكم لقيتوني خلصت. بس انا ايه مش عايزه اشغلكم يعني. سامحوني بقى لو سمحتوا اي اصوات لاني بسجل في الشارع. والبلكونه كنستها زي ما قلت لكم اهو. وخليت الدنيا فله فله وسبت البلكونه ايه مفتوحه كده ايه للشمس والهواء. الجو اليومين دول حلو بس هو حر قوي يعني. في حد سألني عن الكولمان ده، عظيم وعملي جدا وبيوفر فتح وقفل التلاجة، وفي مية ساقعة طول النهار. لو حطيتي الصبح في مية بتلج بيفضل معاكي لغاية المغرب، فأنصحك تجيبيه لو انت عايزة تجيبيه يعني تحفة. خدت بقى ملاياتي ورحت في الغسالة كده، قلت يا بت ايه حطيهم دورة غسيل على السريع كده عشان تنشريهم في الشمس وتلميهم قبل ايه قبل ما تنامي يعني. لان انا بنشرهم بالنهار واشيلهم اخر النهار علشان ما يباتوش على الحبل وكده، بيبقوا خلاص اتشمسوا. وكان عندي بقيت كيس الفانيش البودرة ده، كنت جايباه البقع التيشيرت بتاع ابني، وخدت منه شويه صغيرين وبقيته قلت يا بت حطيه مع الملايات عشان يطلع لونها مزهزه كده ونضيفه وحلوه بالمره كده. وسبتها تشتغل على دورة 48 دقيقة، وهطلع بقى ايه اروح المطبخ اشوف ورايا ايه تاني اعمله. كنت جايبة شوية خضار كده من تحت للبيت على طول كده يعني، ما روحتش السوق ولا حاجة. طماطم بقى وبطاطس وفلفل وبتنجان، شوية حاجات كده حلوين كانوا ناقصيني في المطبخ. فهرص بقى الطماطم بتاعي في درج التلاجة. الطماطم الكيلو ونص ب10. كيلو ونص ب10، بنقي منها كام واحده طريه كده ومستويه علشان اعمل بيهم الاكل بتاع النهارده. وكان في كام واحده بايتين عندي من امبارح، اخدتهم برضو عشان ايه ما يقعدوش بقى اكتر من كده ويبوظوا بقى. كنت جايبه كمان بتنجان اهو، ده هعمله النهارده، هو والفلفل هعملهم النهارده. فبطلع كده بس هشيل قرنين 3 ايه في التلاجة لاني مش هستخدم كل كميه الفلفل دي. وكان عندي الليمون ده اصلا في التلاجة ما اشتريتوش، وجايبه كوسه صغيره وجميله جدا. قلت خليها دي بقى ايه نطبخها بكره ولا حاجه ولا بعده. هحطها بقى على جنب كده لغايه ما نطبخها، ونحط الكام قرن فلفل بردك اللي عندنا دول لوقتهم. بحب ارص حاجتي في درج التلاجة كده عشان تبقى منظمه وكل حاجه قدامي، ما بقعدش ادور على الحاجه ايه لما اعوزها. وطلعت برضو الخضار والحاجات اللي هستخدمها النهارده. الكيسه السودا اللي حضراتكم شايفينها دي، الأذان كان بيدن بقى. لا إله إلا الله، حقا لا إله إلا الله. بصوا الكيسة السودا دي في قلبها كيسة بيضة، في قلبها سوداني سوداني من اللي هو بتاع العيد أبو قشر ده. أنا بحمصه وأحطه في درج التلاجة كده بيفضل معايا متحمص، لو قعد شهر مش هيندي عمره. فدي طريقة حلوة جدا لو انت عايزة تحفظي سوداني معاكي مقرمش. وطلعت بطاطس اهي بردك من اللي انا جايباها، البطاطس والبتنجان والفلفل والطماطم دول هستخدمهم في اكلة النهاردة. فطلعتهم كده وشلت بقية الحاجات التانية. قطعت الفلفل والبتنجان زي ما حضراتكم شايفين كده وحطيته في مصفى، وبرش عليه ملح كمية حلوة كده، واسيبه بقى ايه تحت المصفى دي طبق عشان تنزل كل المية الزيادة اللي فيه، عشان لما اجي اقلي ما يشربش زيت. بس هو الصراحه يعني شرب زيت مني، البتنجان اليومين دول بيشرب زيت. والله كان من شويه كده كنت جايباه ما كانش بيشرب، بس المره دي انا اتفاجأت ان هو بيشرب زيت. على فكره ده بيرجع لنوعيه البتنجان مهما تحطيه. لو النوعيه بتاعته من اللي بيشرب زيت خلاص يعني مهما تحطيه في الملح وكده. عملت القهوه بتاعتي بقى، قلت لغايه البتنجان بتاعي ما ياكل ملح وينزل ميته الزياده، اكون شربت فنجان القهوه بتاعي المتين ده عشان يظبط دماغي بقى ويخليني ايه ادخل في المود. انا بصوا روقت الدنيا وظبطتها وعملت كل اللي ورايا، بس ما كنتش دخلت لسه في المود، تخيلوا بقى. شربت القهوه وانتعشت كده، قمت بقى ايه اقلي البتنجان. بصراحه البتنجان كل ما املى الطاسه زيت يشربها، ما كنتش ملاحقه على الزيت بصراحه. فرجعت زعلت جدا من كميه الزيت اللي شربها البتنجان.
وانتوا طبعا فاهمين كلكم ازمه الزيت اللي كل ستات البيت بتمر بيها يعني. بس قلت مش مشكله، بقيت اصفيه كويس قوي. السلام ورحمه الله وبركاته. بقيت اصفيه كويس قوي ومش عايزه ازود الزيت قوي بتاع البتنجان لاني مش بستخدمه في حاجه، برميه بعد كده يعني. اقليه بقى واحمره كويس قوي من الناحيتين. وفي العين التانية بقى ايه، كنت شغالة ايه، قطعت كمية بصل ضربتها في الكبة كده، كمية بصل محترمة عشان هعصج لحمة. لحمة العصاج او البصل بتاع العصاج ما بيتحمرش. بصوا يا دوبك بتدبليه على النار، يا دوب بتدبلي البصلة بس وتنزلي عليها باللحمة، ما بتاخدش اي لون ولا حاجة عشان العصاج بتاعك يبقى طعمه حلو، يبقى مسكر كده وجميل. وكتري كمية البصل زي ما انت عايزة، على فكرة بتضاعف كمية اللحمة وبتدي طعم حلو جدا الصراحة، وتسكيرة جميلة جدا للعصاج. اهو نزلت بقى باللحمة، وهنزل بالتوابل بتاعتي. بتحط لها توابل هي له ملح وفلفل اسود وبهارات لحمة وممكن رشة جنزبيل وقرفة. قلبتها تقلبتين وهي خلصت اهي، وحطيتها على جنب. رحت بقى جايبة حلة فيها توم وزيت وبشوحه كده كويس قوي، عشان عايزة اعمل تسبيكة بقى صلصة كده بالثوم، هتبقى حلوة جدا. وكل ده وانا بقلي البتنجان، يعني انا بقلي البتنجان وشغالة في كذا حاجة تانية. معلش يا رب التسجيل ده يطلع مظبوط. معلش كل شويه حد يدخل عليا فاقطع وارجع اكمل معاكم تاني. يا رب بس التسجيل يطلع مظبوط. كل الحاجات اللي بعملها دي نرجع تاني اللي كنا بنعمله بقى مع بعض. واكلتنا العظمه دي، حطيت على التومه بعد ما اصفرت بس وريحتها طلعت حبه خل كده، وانزل عليها بعصير طماطم فريش كده واسيبها تتسبك مع نفسها كده. بتحط لها توابل ايه، ملح وفلفل اسود وحبه بابريكا وحبه شطه بس كده. اللحمه المتعصجه اهي، البتنجان والفلفل انا بقلي فيه اهو وانا واقفه برضو بشتغل. جبت الصينيه اللي كنت معصجه فيها اللحمه، احط فيها نص كميه البتنجان والفلفل تحت كده في الصينيه. ما غسلتش الصينيه ولا حاجه، باقدامها كده مكان ما معصقت فيها اللحمه يبقى طعمها حلو جدا. برص بقى الفلفل والبتنجان. طبعا بتعملي ايه يا لولو؟ بعمل مسقعه باللحمه المفرومه. طبعا كلكم عرفتوا اول ما شفتوا البتنجان واللحمه المعصجه. النهارده قلت ايه، اعملي يا بت اكله حلوه كده وسهله وسريعه، وحاجه كده ايه ناكلها بعيش، عشان احنا بصراحه زهقنا من الرز والمكرونه والطبيخ. الصيف بصراحه عايز اكلات سهله وسريعه كده، واكلات حلوه تتاكل بارده يعني مش سخنه. المسقعه دي حطيها في التلاجة بقى وكلي منها، والله عظمه عظمه. الطماطم كانت اتسبكت، برش بقى عليها رشتين كده على البتنجان والفلفل اللي انا حطيتهم في الصينيه، الطبقه الاولانيه يعني، عشان تبقى كلها كده متغرقه بالصوص كده. وحاجه ايه، والله ريحه الصلصه من الثوم والخل مش عايزه اقول لكم بتجوع. بعد ما حطيت الصلصه بقى على طبقه البتنجان والفلفل، بحط بقى اللحمه المتعصجه اهي في النص كده. اللحمه اللي انا معصجاها دي كميه كبيره يعني، فانا مش احطها كلها في المسقعه، انا هشيل منها شويه لاكله تانية يعني. بتتشال في الفريزر، في كيسه في الفريزر بتقعد كتير ما بيجراش يعني، تيجي تطلعي على الاكل على طول بتبقى حلوه جدا. البتنجان المسقعه ده من الحاجات اللي بتاخدش لحمه كتير يعني، معلقتين 3 بتحطيهم في النص بس بيطعموا كده الموضوع ويدوله طعم حلو كده وخلاص يعني، مش اكتر من كده. بحط بقى الطبقه التانية من البتنجان والفلفل كده، وبحاول بس اظبطها كده ايه، واعملها بس ايه تبقى شكلها متساويه، واغطي اللحمه كويس وخلاص. اهو مش عايزه اقول لكم طعمها تحفه تحفه، من الاكلات اللي انا الصراحه بعشقها المسقعه دي، وبتتاكل ساقعه كده في التلاجة، كل ما بتقعد بتبقى جميله جدا. دي من الاكلات الصيفيه الجميله جدا يعني، والله. والشتويه برضو في ناس بتحبها سخنه. بحط بقى باقي الصلصه اللي احنا سبكناها كده بالثوم والخل بقى، مش عايزه اقول لكم حاجه كده عظمه. بحطها بقى على الوش كده وبظبطها، وبعمل بالمعلقه كده علشان ايه الصوص ده ينزل في كل البتنجان. بص عشان ينزل لكله لتحت كده، وتتمكس كلها مع بعضها كده وتاخد من بعضيها. هي كل حاجه فيها مستويه، بس انا هحطها في الفرن شويه زي ما قلت لكم، تتمكس كده مع بعضيها كلها، تاخد نفس الطعم وتاخد اللون الرهيب ده، والصوص ينشف شويه. بصراحه بقت تحفه طالعه من الفرن كده، مش اقول لكم بتغني ريحه وطعم عجب. طلعت مخلي الليمون وبطاطس محمره جنبها، والجرجير طبعا جنبها تحفه، والعيش البلدي الجميل اللي من الفرن ده. وغمسي بقى يا ست وكلي وادعيلي. اكله سهله وسريعه وحلوه جدا.
وناكلها بقى بالعيش، ناكلها برز زي ما احنا عايزين، بس احنا على فكره بنحبها بالعيش البلدي كده والمخلل، بتبقى حلوه قوي. بغرف منها بقى في الطبق، هي لسه سخنه، كل ما تسيبيها تبرد بتبقى طعمها احلى بصراحه. بس كانوا الولاد جاعوا جدا وعايزين ياكلوا، فحطيت لهم على طول ايه الاكل. بغرف كده اهو، بصوا طالعه بقى جوسي وطريه كده والصوص فيها طعمه رهيب، هو واللحمه المعصجه تحفه، ميكس تحفه. بصوا حاجه كده اللهم بارك تحفه، زبده كانك بتاكلي كده حاجه جوسي طريه زبده. بصي بقى يعني غدا عظمه. اليوم كله النهارده كان يوم جميل جدا ويوم حماسي كده، ويوم عدى سهل وسريع، كان تحفه بصراحه. بقى ايه، اجيب لقمه العيش بقى واعمل ودن قطه واديها بقى حته مسقعه على عود جرجير كده على حته مخلل من الليمون دي، حاجه كده عظمه عظمه. بصوا جوعتوا، تهيألي لو شفتوا الفيديو ده هتبقوا جوعتوا جدا وهتقوموا تعملوا الاكل الحرش الجميل الشعبي بتاعنا ده التحفه. اتمنى لو فيديو النهارده عجبكم حطوا لي لايك بقى واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الجديده. السلام عليكم.